اليوم سعيد شيبة اللاعب الدولي السابق للمنتخب المغربي واللي يقود في اتيان المغرب بتشكيلة تضم حارس مرمى بن غزيل، في الدفاع عبد الحميد معالي، الزهواني، آيت بودلال وبوغيسان، وسط ميدان ادم بوفندر، ادم شكير، اسماعيل بختي، وفي الهجوم ايمن الناير، زكريا وزان ومحمد حموني. في المقابل يلعب المنتخب الجزائري اللي يقود رزق رمان، في المرمى الحارس حماش، نجد يونس بن علي، بداني بن يدير، نجم الدين نمر، يعقوبي ندير، وسط ميدان يانيس فرحات، امين قالو، شاهين شتاوي. كرة جماعية تجمع بين المنتخبين، هكذا نريد هذا الديربي ينطلق بصورة تذكارية، يبدأ وينتهي في كنف الروح الرياضية. مباراة مغاربية أيضا سلام من ادم شكير تصل الآن عند الناير أيمن، يتحول الآن بوغيسان للأمام، ينطلق معاد لا وجود للشيء، ضربة المرمى، سقوط معاد بوغيسان رقم 15. تحول ظهير أيمن من المنتخب المغربي للهجوم في هذا اللقب، لا وجود للشيء. شوف هذا هكذا يقول حكم المباراة الليبي مبروك محمد، وناحي حكيمي بونو، جيل ذهبي، جيل استثنائي للمغرب ولكرة القدم العربية والافريقية. تسديد من بعيد وكرة تنتهي لبرا، محاولة خطيرة من شكير، ادم شكير كاد ان يفاجئ حماش. ادم شكير فكرة ممتازة من شكير، استلم، سدد، سرعة في التفكير من لاعب للجزائر في انتظار التنفيذ. الآن ترفع كورة باتجاه المرمى عند الحارس بن غزيل في قسنطينة، محاولة مغربية والدفاع موجود. تبقى الكورة منطقة الجزائر، رأسية عند الحارس حماش من ايمن الناير، اختطف الكرة من المدافع الجزائري. شوفوا الغلطة هنا اقتناص الكرة من جانب الناير، عرضية من الناير، رأسية من خلال وسان بلمسة واحدة كافية للوصول لمرمى الجزائر، رأسية رائعة من جانب صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. شوف الكرة اللي اخذها الناير تفوق على بالتالي ايمن الناير بعرضيه بالمقاس وراسيه بلمسه على غرار مارادونا الصحراء. من قالوا نقل الكرة من يونس بن علي، عمليه هجوميه للفريق الجزائري، جزائر خطير فريق الجزائري، المطالب بضربة جزاء والليبي يقول لا، ركنيه. الحكم الليبي مبروك محمد الواثق من قراره يقول ضربة ساوية للفريق الجزائري. أمامنا الإعادة، هذه الإعادة من جديد، تدخل كان من جانب آدم بوفندر، الجمهور يطالب ضربة جزاء. اللاعب بوغيسان، ترسل طويلة الآن في محاولة مغربية، انطلاقة سريعة، ممكن ثاني، ولكن تصدي رائع في اللحظة الأخيرة. جزائر المغرب من كرة طويلة من عبد الحميد معالي، هنا حاول انطلاق، حاول المرور، ولكن في اللحظة الأخيرة كرة ثابتة للصالح المغرب منطقة الجزائر والدفاع موجود. تتشتت كرة من جديد، الفريق المغربي يظل في منطقة الجزائر، زكريا والثاني سدد الحارس حماش، اوقف كرة خطيرة، كرة عند حماش ولكن في صافرة، منطقة الفريق المغربي. ترجع كرة عند 24 حموني، إصابة اللاعب شاهين شتاوي،
هجمة للفريق المغربي، هذه بينية، كرة خطيرة، زكريا وسان جول، وسان دوبيتا، وسان ثنائية، زكريا في شباك الجزائر، كرة سجلها وسان الهداف القادم بقوة في شمال الكرة الأفريقية. زكريا وسان بلمسة واحدة يدون الكرة الثانية في شبكة الجزائر. 2-0. كرة ضربت الدفاع الجزائري، زكريا وسان كان حاضر، كان شاس، بلمسة واحدة يسجل، لكن في تدخل قوي بداية اللعبة، في تدخل استمر اللعب، كرة من حموني، هنا التمريرة لضربة الدفاع الجزائري، كرة ضربة المدافع الأخير، لمسة واحدة يسجل هو الثاني هو كريم ممر الجديد، هو سماخ، هو الهداف الجديد للكرة المغربية، والثاني يسجل ثاني اهداف الفريق المغربي يحاول التمسك بهذه النتيجة. كرة منطقة جزاء المغرب، هنا توف يمر، هنا توف الخطير، هنا توف عرضية والتصدي في آخر لحظة. عمل ممتاز قام به العاب من أجل أن يخطف الأسبقية ونال ما أراد بهدف أول عن طريق وسان في الشوط الثاني. جاب الثاني، كرة خطيرة، والثالث، الهدف الثالث للفريق المغربي، هذه المرة هدف شاكير، كرة قوية من شاكير يأكد التعال، يأكد الذهاب. انتصار مهم جدا، انتصار يساوي بطاقة المونديال، انتصار يساوي مواصلة المشوار في هذه البطولة. كرة عرضية كيفما جاءت سددها شاكير، غالت بها حماش. ثلاثية تؤكد التفوق المغربي في هذا الموعد.